5 أخطاء انتبه تسويها في مترو كوالالمبور. الخطأ الخامس هو الأهم. 1. لا تغلط زيي وتنزل من المكان الغلط. في كوالالمبور المسارات عكس اللي متعودين عليه، نزولك وطلوعك بيكون من اليسار مو من اليمين، فانتبه لا تنزل من المكان المفروض تطلع منه. 2. لا تدخل المترو من النص، لازم تدخل من الجنب لأن الناس تترك مساحة عند الأبواب للركاب اللي بينزلون. 3. امسك المسار الصح بالسلم الكهربائي، إذا كنت مستعجل خلك على اليمين، أما إذا تبي توقف وترتاح خلك على اليسار عكس مترو اسطنبول تماما. 4. لا تدخل في قسم النساء. في مترو كوالالمبور في عربات مخصصة للنساء فقط، وإذا دخلت هناك بالغلط ممكن تتعرض لغرامة مالية. انتبه للعلامات والإشارات لما تدخل للمترو. 5 والأهم، لا تعتمد على البطاقة في المترو. لو ما معك كاش ممكن تنحط في موقف محرج زي اللي صار لي مع الموظف يوم شافني ما معي كاش، دفع لي التذكرة من حساب الشخص ودخلني للمترو. بعد ما خلصت مشاويري رجعت له بنفس اليوم عشان أعطيه الفلوس، لكن للأسف المترو كان مقفل وما حصلته. Give it back to the man. زعلت اني ما لقيت الموظف اللي اعطاني التذكرة، وكان لازم اني ارجعها بأي طريقة. اليوم اللي بعده جيت بدري وما لقيت، بس الحمد لله شفت الموظفة هناك ووافقت تاخذ الفلوس واتصلت عليه. الحمد لله البنت أخذتها مني وقالت لي خلاص ما في مشكلة وراح أدق عليه. واخيرا خلك جاهز بكرت شحن المترو او بالكاش، ولا تحط نفسك في هالموقف زيي. انا عبد الرحمن المدني، اشوفك في الجاي. سلام. آخر مرة أسويه دام إن شيء بينك وبين العبد